مرة أخرى الملك محمد السادس في خطابه الأخير كيمد يديه للصلح مع الجزائر، وهذا الشيء باين أنه ما جايش من فراغ. فمع الجزائر عندنا تاريخ مشترك، دين، لغة وعرق، واكثر من هذا الشيء كامل عندنا حدود مشتركة. المغرب فاهم مزيان أن هذا الشيء ما يمكنش نهربوا منه، والعداء مع جار جغرافي ما غيفيدنا ما غيفيدهم. ولكن السؤال هنا، علاش النظام الجزائري ما عندوش نفس التوجه الاقتصادي والسياسي؟ الجواب بالنسبة لي بسيط، ولكن عنده فروع وثلاثة ديال الأسباب رئيسية. الأول هو أن الأنظمة اللي عندها ميول شيوعي اشتراكي تاريخي ديما عندها عداء مبالغ فيه للجيران اللي ما غادينش معاها في نفس التيار. ونشوفوا كمثال كوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية، روسيا مع الجيران ديالها، والجزائر مع المغرب. النقطة الثانية هي بحث النظام الجزائري على عدو يقوي به الحضور والشرعية ديالو في ظل غياب النتائج الاقتصادية والاجتماعية اللي باغيها الشعب الجزائري، وهكا غيغطي على فشله ويخلق عدو وهمي حدودي يزيد به الجاذبية الشعبية. أما النقطة الثالثة فهي الملايير اللي خسرتها الجزائر في قضية الصحراء، وهذا الشيء اللي غيخلي من سابع المستحيلات النظام الجزائري يدير بحال ما واقع والو ويبدا صفحة جديدة مع المغرب. هذا الشيء في نظرهم غيكون إعلان شبه رسمي فشل النظام في تدبير المال العام وخسارة الثروة الوطنية في قضايا ما عند الشعب تاع علاقة به.